السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في قناة بداية الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا فيديو النهاردة عن علبة الموبايل. طبعا عندنا كلنا علب تليفونات كتير ومركونة وما بنعملش بيها حاجة، هنستفاد بيها النهاردة. أول حاجة هستخدمها معايا في الفيديو الستيكر ده. طبعا اللون والشكل ده بتاعك انتي. انا اللون دوت عاجبني وحباه، يعني اعمل بيه الفكرة بتاعتي، فجبته وهنشتغل بيه مع بعض دلوقتي ونعمل احلى حاجة. اول حاجة انا عايزة اغلف العلب بتاعتي ديت بالستيكر من جوه ومن بره. طيب لحبايبي اللي لسه مشتركين معايا وما شافوش معايا قبل كده ازاي بعمل الشغل دوت، فهوريكم واحدة واحدة وبالتفصيل وسهل جدا وبحاجات بسيطة خالص. خدت كده مقاس للعلبة بتاعتي، داير ما يدور كده من بره، وبعدين قفلت زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة خدت سنتي زيادة يعني من كل جنب كده وانا شغالة من بره. قفلت كده الجناب وهقفل كده من قدام ومن ورا زي ما انتوا شايفين. هاخد بقى الحتة اللي طلعت ديت هقفل بيها الحتة الصغيرة اللي باينة في الجنب ده وفي الجنب التاني. اهم حاجة تظبطي ايدك كويس وانت شغالة علشان شغلك في الاخر يطلع معاكي مظبوط، والفينش في الاخر يطلع معاكي تمام. وتحاولي وانت شغالة في الستيكر بالذات تخرجي الهواء حلو جدا وتبتدي ان انت تشتغلي تمام. كده خلصت من جوه، هاجي بقى من بره قصدي. من جوه بقى باخد المقاس مظبوط، يعني مظبوط خالص، يعني ما بزودش اي حاجه بحيث ان وانا بدأ بقفل من جوه يبقى معايا سهل وما يتعبنيش وانا بقفل معاكم. بصي سهله جدا خالص. كده انا قفلت من النص اهو، اقفل الجنبين كمان. بصي كل حاجه موجوده وياكي سهله خالص. كده انا قفلت العلبة معايا من جوه ومن بره. زي ما انتم شايفين ده الغطا. طيب العلبة اللي هي جوه هقفلها برضو بنفس الطريقة. كده بقى قفلت الاتنين وغلفتهم بنفس الطريقة ديت زي ديت بالظبط. طيب انا دلوقتي هشتغل بايه؟ انا عندي هنا معايا اول حاجة ده خافض اللسان. مجيب العلبة فيها يجي 100 واحدة ب10 جنيه ب15 جنيه من عند بتوع المستلزمات الطبية. مش غالية وبتقعد معاكي كتير، ممكن تعملي بيها فيديو واتنين وتلاتة يعني على حسب ما انت هتعملي. انا هنا هعوز معايا الستيك بتاع خافض اللسان دوت. هقص منه مقاسين، مقاس طوله 2 سنتي ومقاس طوله يعني سنتي ونص كده. زي ما انت شايفة كده هقص بقى مجموعة وهوريها لكم. هاجي هنا اول حاجة تاني هعملها في قلب العلبة، هقص كده من الجنب زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. سهلة جدا وبسيطة خالص وانتي بتقصيها. هفرد بقى الجنب ده كده وابتدي الزقه في العلبة بتاعتي من الجنب بحيث يبقى علبة بتتفتح وبتنقفل كده، بتبقى اسهل واحلى في الاستعمال يعني. هتشوفيها كمان في النهاية حاجة كده تحفة بجد، ان شاء الله تعجبكم يعني. كده بقى انا قفلت كمان الجنب اهوت معاكم. لزقتها كويس اهوت. بصي سهلة جدا، بصي بقت علبة بتتفتح وبتتقفل جميلة. جيت بقى من تحت كده في عندي الغطيان دي كمان لقيت لونها جميل قوي معايا في الفكرة بتاعتي ومناسب كمان، فجبتها كده معايا بقى وابتديت ان انا الزقها من تحت زي ما انتوا شايفين عشان اعمل لها رجول، يعني يبقى زي رجول ليها كده تبقى شكلها جميل قوي. كده خلصت الاربع رجول معايا ولزقتهم كويس جدا. بصي شكلها عامل ازاي، بس احنا لسه ما اشتغلناش. بصي كل لما تعملي حاجة كل لما تبقى ايه تديكي منظر اجمل واحلى كمان. كده انا قصيت دولت مقاس ال2 سنتي ودوت المقاس اللي هو تقريبا سنتي ونص. طيب انا عاملة مقاسين ليه؟ علشان هشتغل زي ما انتوا شايفين دلوقتي واحدة واحدة كبيرة وواحدة صغيرة.
يعني جنبها واحدة كبيرة وجنبها واحدة صغيرة، بحيث ان هما يبقوا شكلهم كده بالظبط. شكلهم في النهاية جميل وشكله حلو، هتشوفوها بجد في الاخر بجد شكلها كان جميل جدا. ان شاء الله تعجبكم زي ما هي عجباني كده. هبتدي بقى اشتغل عليها كلها كده، في الجزء القداماني واللي في الجناب الاتنين. مش هشتغل ورا عشان ورا دوت هيبقى بقى هو التقفيل، يعني هو ظهر الشغل عامة. فاحنا هنشتغل في الجزء اللي في الوش بس، زي ما انتم شايفين كده. واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. شغلها سهلة قوي وجميل. كمان في النهاية، لا مش هتصدقي كمان لما تخلصي الشكل هيبقى عامل ازاي، جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. بصي بقى في الاخر كده حته بتبقى صغنونه كده، مش بتاخد واحده كامله، فقصيتها وكملت بيها الجنب ده والجنب دوت، بحيث ان هي تبقى ايه مظبوطه معايا. يعني تبقى كلها متقفله بالخافض اللسان دوت، او ممكن كمان بتاع الاستيك بتاع الايس كريم يعني. اي حاجه، المهم فيها كمان شكلها جميل، عجبني لونها كمان مع لون الاستيكر حلو. جبت بقى معايا كمان الاسترس دوت، طبعا اشتغلنا بيه مع بعض كتير. بيتباع كده بالمتر، اللي ما يعرفش عند محلات الخردواتي او محل مستلزمات اللي هي الخياطة والحاجات دي، هتلاقي عنده الحاجات دي. قصيت بس منها 3 صفوف كده، وهبتدي ان اعمل عليها داير ما يدور كده من برضو الجناب والحتة اللي في الاول كده بالظبط. وقصيت بقى لو في زيادة بقى بتقصيها برضو. هي كده احنا خلصنا الجناب والحتة اللي في الاول. طيب انا بقى بقية الحاجات اللي انا قصيتها دي انا هشتغل عليها من فوق. طيب انا هعمل زي ما انتم شايفين كده. دي هيبقى كلها المقاس اللي هو الصغير، يعني مش هعملها كلها هتبقى تقريبا مقاس واحد. ابتدي احط شمع كتير كده يعني جنب بعضه، وابتدي ان انا الزق. ونحاول نخلي بالنا من الشمع وهو سخن، بيلسع جدا، يعني بيحرق، يعني بيبقى عامل زي الحرق. فخلي بالك وانتي شغالة بالمسدس الشمع، هو بيبقى سخن قوي. اهم حاجة وانتي شغالة كده يبقى ماشي في خط مستقيم، يعني على قد ما تقدري تبقي ماشية ايدك مسطرة. مش هتعرفي، حاولي تثبتي اي حاجة وامشي عليها، او اعملي خط وامشي عليه كده. هتلاقيه مشي معاكي مظبوط. هعمل برضو الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده، برضو بنفس الطريقة. كده بقى خلصت اللزق الحاجات اللي انا كنت بلزقها ديت. طيب انا عايزه الجزء اللي في النص ده، قصيت قطعه كده من الاسترس على قد الحته اللي في النص كده بالظبط، بالعرض وبالطول، يعني على قد المسافه انتي هتقصي. حطي شمع كده حلو عشان لما تلزق ما تفكش منك وتبقى حلوه. وابتدي ان انتي تلزقيها بقى كده وتسويها وتظبطيها كده وتتكي عليها كويس عشان ايه تبقى مظبوطه معاكي. بصي بقى المنظر. ايه رأيك بقى في العلبة بتاعتنا الجميلة دي؟ تخيلي دي علبة الموبايل يعني المركونة عندنا، مش بنستعملها، مش هنعمل بيها اي حاجة خلاص، ومش هنستفاد منها بأي حاجة. عملنا منها علبة جميلة جدا تقدري تخزني فيها اي حاجة موجودة عندك وتستعمليها، تحطي فيها اكسسوارات، تحطي فيها اي حاجة. انا عن نفسي هستعملها، عايزاها للبقر الخيط عندي. انا عندي المكنة وبعمل حاجات كتير، فبعوز الوان خيط كتير، فحطيت في قلب العلبة البقر الخيط، فشكلها كانت جميلة قوي. يا رب تعجبكم وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.